السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة ثانية من في موضوع التخلف الاجتماعي. تحدثنا في الحلقة السابقة، عرفنا التخلف الاجتماعي ولماذا نشخص هذه المشكلة، وأبرز الآن اليوم نتكلم في أبرز مظاهر هذا التخلف. أبرز هذه المظاهر أولاً ارتفاع نسبة الأمية. فبالعلم تبنى الأمم، والعلم يعني سبحان يعني العلم يرفع بيتاً لا عماد له، والجهل يهدم بيت العزة والشرف. فالأمم تنهض بالعلم، والعلم هو السلاح. ولذلك في كثير من في أحاديث وكثير من الآيات حستنا نحن كمسلمين نحن أهلا بأن احنا يعني ناخذ بالعلم. ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أطلب العلم من المهد إلى اللحد. وسبحان الله يعني والآيات كثيرة جدا في هذا الموضوع، إنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويعني وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بمعنى إنه يعني العلم بشقيه، العلم الدنيوي والعلم الآخروي. العلم الدنيوي اللي هو يعني الدول أو المجتمع، لما يكون مجتمع يعني تقل فيه نسبة الأمية، أكيد حيكون هذا المجتمع مجتمع منتج، مجتمع متطور، مجتمع يعني يخطو إلى الأمام. نقطة أخرى اللي هي من ضمن أبرز مظاهر التخلف الاجتماعي هي الإنفاق نحو الاستهلاك. بمعنى شنو؟ أنا أكون كل ما لدي أنفقه في ماذا؟ في المأكل والمشرب والملبس. يعني وهذه نلاحظ للأسف، يعني ما أقول كل الأسر أو كل الأخوات أو كل يعني الأمهات، يكون كل ما أنا يكون وفرت مبلغ اشتري ملابس جديدة، أحيانا بيكون عندي نفس الملابس وتكتد، يعني يكون في اكتزاز من الملابس، تقول لك في نهاية أنا ما عارفة أودسلها وين الملابس. هذا الاستهلاك الغير مقنن نحو اللي هو أنا كل ما لدي أنفقه في أشياء استهلاكية، اشتري ملابس بمبالغ غالية جدا، وبعد شوية ما يعني حتى لو بعتها ما حتجيب شيء يعني. فهذه سياسة الإنفاق في هذا الجانب هي سياسة خاطئة، وتؤدي في النهاية إلى المشاكل الاقتصادية إذا كان على مستوى الأسرة، وبالتالي على مستوى المجتمع. غلة المدخرات يعني، وهذا نجده يعني الناس دائما فكرة الادخار، فكرة إن أنا أوفر أول ما يكون عندي مبلغ، أول فكرة إن أنا أدخر أولا قبل بعد ما لكن أحيانا الناس تعمل إيش؟ تأخذ أول تصرف بعدين تدخر، وهذه السياسة قد تكون غير صحيحة. وفي هذا الجانب يعني كل خبراء الاقتصاد وأشياء نجد الآن ما شاء الله من العلم المتاح كيف الواحد يدخر، كيف يقدر يستثمر حتى لو عنده مبلغ بسيط جدا يعني. نقطة أخرى اللي هي الانخفاض في مستوى الدخل إلى حد يعني لا يستطيع الإنسان يلبي احتياجات، وهذه واحدة من سمات الدول اللي هي الدول اللي تعاني من الفقر، والدول اللي تعاني من التخلف الاجتماعي. ارتفاع معدل الوفيات، ارتفاع معدل الوفيات نجده مثلا في الدول النامية أو الدول اللي تعاني من هذه المشكلات، لأن عدم توفر الخدمة الصحية، عدم توفر المستشفيات الكافية، عدم توفر الكادر الطبي المؤهل، عدم وجود يعني مثلا وجود يعني مستوى الغذاء حتى في على خاصة فئة الأطفال. فهذه كلها من مظاهر اللي هي الخدمة الصحية والخدمة الاجتماعية اللي يعاني منها هذا المجتمع. تعتبر هذه واحدة من أبرز اللي هي مظاهر التخلف الاجتماعي. ونجدها كذلك في حتى في النقص، يعني تجد كثير من الدول النامية اللي تعاني من هذا التخلف في بعض المدن ما يكون فيها، يعني مدن تكون في الأطراف الدولة لا يوجد فيها أي خدمة طبية ولا يوجد فيها مستشفيات مؤهلة. وبالتالي يعني هذه الأسباب التي دفعت كثير من الكوادر الطبية أن تهاجر في بلاد ثانية لأنه مستوى الدخل أفضل يعني. وهذه واحدة تعتبر واحدة من الخدمات الرئيسية جدا للإنسان،
يعني الإنسان يحتاج إلى مأكل ومشرب ومسكن، ويحتاج لهذه الخدمة. من أبرز المظاهر كذلك اللي هي نقص المدارس وهذه الخدمة في التعليم، اللي هي مدارس ودور الثقافة. نجد إنه مثلًا المدارس غير كافية، أو أحيانًا حتى المدرسة تكون مكتظة بعدد كبير من الطلاب. فهذه واحدة من أبرز المظاهر، وغياب أو يعني قد تكون قلة في اللي هي دور المراكز الثقافة، المراكز التي يعني تكون عندها تساعد في تنمية الفرد في المجتمع نفسه. هذه كلها يعني تعتبر من المظاهر الكبيرة جدًا، ويمكن نحن لو وضعنا هذه المظاهر كقائمة ونجد نفسنا نحن أين من هذه المظاهر، وإلى أي مدى نسبة كم في المية منتشرة هذه المظاهر. وهذه هي تعتبر توصيف لحالة التخلف الاجتماعي، وعلى رأسها كذلك الفساد الإداري والفساد المالي وكل أنواع الفساد تحت مظلة الفساد. فإذا كانت هذا المجتمع يعاني من المحسوبية، يعاني من الطائفية اللي هي البغيضة، أو يعاني من هذه الأمراض الاجتماعية، إذا كانت أمراض سياسية وغيرها، هذا المجتمع أكيد يكون ضمن دائرة التخلف الاجتماعي. هكذا وصلنا لمناقشة أبرز المظاهر في كل المجتمعات، وهذه المظاهر نفسها نقيسها على أنفسنا، يعني حتى على مستوى الفرد يعني. فوصلنا لهذه الجزئية اللي هي الجزء الثاني من حلقة التخلف الاجتماعي. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة في كيف نعالج هذه المشكلة. صحيح هي في مشكلة وموجودة، وزي ما ذكرت في بداية الحلقة، يعني تشخيصنا للمشكلة لا يعني إن أنا أفقد الثقة في نفسي وفي مجتمعي، وأنا أكون يعني خلاص يعني إنه أشعر بالإحباط وانطوي وهكذا. لا، لابد أن ننهض، لابد أن نستشعر المسؤولية وندع، بما أن احنا شخصنا المشكلة نستطيع أن نعالج هذه المشكلة. وهذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.